واليوم تحلايتي غير شكل من أطيب وأشهى التحلايات يلي ممكن تجربوها. ريحتها وشكلها بيفتحوا النفس وبيشهوا القلب، والأحلى من هذا كله إنها بدون بيض وبدون سمنة وكمان بدون زبدة. رح نعمل صينية الكلاجة أو صينية التمر، بنصحكم تجربوها، وصفة بتستحق التجربة. وقبل لا نبلش بفيديو اليوم بتمنى منكم تدعموني بلايك للفيديو، اللايك كتير مهم لدعم الصفحة، ومتابعة على الصفحة ليوصلكم كل جديد. خدوا الفيديو مشاركة على صفحاتكم لتحتفظوا بالوصفة وقت تحتاجوها. وهلأ يلا نبدأ. بصحن كبير رح أضيف نص كوب من المية الدافية، وعليهم رح أضيف كمان نص كوب من الزيت النباتي، وطبعا لو بتحبوا تضيفوا زيت الزيتون كمان رح يطلع كتير طيب. هلأ رح أضيف معلقتين كبار من السكر، وكمان رح أحتاج لمعلقة كبيرة وممسوحة من الفانيلا الباودر. بحركهم مع بعض كتير منيح، وبس تتجانس عندي المكونات السائلة مباشرة رح أحط مصفاية على الصحن، ورح أنزل على المصفاية كوب من الطحين متعدد الاستخدامات، وهون سعة الكوب كانت عندي 250 مل. أنا أخلي الطحين كتير منيح لحتى أتخلص من كل الشوائب اللي موجودة فيه. وهلأ بالمضرب اليدوي رح أبدأ بتحريك المكونات مع بعض كتير منيح لحتى يمتزج عندي الطحين ويدوب تماما. وبس أتأكد إنه الطحين عندي داب وصار بهذا القوام رح أرجع المصفاية ورح أضيف عليها كمان كوب من الطحين. بهالوصفة رح أحتاج لكوبين من الطحين. هلأ رح أضيف معلقتين كبار من الحليب الباودر، مع معلقة صغيرة من الخميرة الفورية، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، رشة صغيرة من الملح، وبرجع بنخل المكونات مع بعض. لاحظوا الشوائب يلي رح تطلع، بتخلص منها وببدأ بتقليب العجينة بالسباتولا بهذا الشكل لحتى تصير عندي عجينة تكون متماسكة وبنفس الوقت طرية. طبعا ما في داعي لحتى تعجنوا، بكل سهولة بالمعلقة رح توصلوا لهذا القوام. بغطي عليها وبتركها 10 دقايق. وهلأ حابة أذكركم وأقولكم لو ما عملتوا لايك للفيديو بتمنى ما تبخلوا علي باللايك، كتير مهم لدعم الصفحة واستمرارها. على جنب رح أجيب صحن تاني ورح أضيف عليه 400 جرام من معجون التمر مع معلقة صغيرة من القرفة، وعليهم رح أضيف 3 معالق كبار من الزيت النباتي. وهلأ رح أعجنهم مع بعض كتير منيح لحتى يتجانسوا سوا، ولعند ما يصير عندي كمان معجون التمر طري شوي ويصير بهذا القوام. متابعيني الحلوين خبروني من أي بلد بتتابعوني، بصراحة كتير بحب أتعرف عليكم وأضل على تواصل دائم معاكم. هلأ جبت صينية مقاسها 26 أو قطرها 26، دهنتها بشوية من الزيت، ورح آخذ نص كمية العجينة يلي عجناها ورح أكورها بإيدي وأنزلها على الصينية، وبهدوء وبهذا الشكل رح أبدأ بفرد العجينة على الصينية، ورح أرفع شوي الأطراف، وبس تنفرد عندي كاملة وتصير بهذا الشكل رح أبدأ بتحضير التمر. بالنسبة للتمر بهاي المرحلة رح نحتاج لورق زبدة أو لنايلون، أبدا ما تستغنوا عن هاي الخطوة. لو مو متوفرين عندكم تستخدموا أكياس التفريز ما في أي مشكلة. بنبدأ برق التمر بهذا الشكل، وهنا لما أرقها رح أخلي التمر متساوي من كل الاتجاهات وحجمه بحجم الصينية. رح أشيل ورق الزبدة ومباشرة رح أنزل التمر على الصينية بهذا الشكل، ورح أرتبه وأضغطه كتير منيح. وهون وبعد ما أحط طبقة التمر على العجينة وأسكرها كتير منيح وأحاول أضغط عليها من الأطراف، رح أعمل نفس الخطوة بالعجينة يلي كانت ضايلة عندي. رح أحطها على ورق زبدة ورح أرقها ورح أنزلها على التمر. رح أضغط العجينة على التمر ورح أحاول أخليها متساوية من كل الاتجاهات وشكلها مرتب، وبس لأخلص من ترتيب طبقة العجينة الأخيرة رح أبدأ بتقطيعها. وبالنسبة للتقطيع أكيد بيرجع لذوقكم كيف بتحبوا تكون مقطعة معاكم. أنا هون عملتها على شكل نجمة مثل ما عم بتشوفوا. الطريقة كتير سهلة، بس بدكم تركزوا شوي فيها لحتى تطلع معاكم متساوية وشكلها كتير مرتب. أنا هون عملت أول قطعة معاكم أو أول جزء، أكيد فيكم تكملوا كامل الأجزاء بنفس الطريقة يلي عملناها. هون ومباشرة بعد ما أخلص من تقطيعها رح أبدأ بدهنها بشوية من الحليب لحتى تعطيني لون حلو. وفيكم أكيد تستبدلوا الحليب ببياض بيضة، بس بصراحة أنا بفضل الحليب. رح أدهن الصينية من كل الاتجاهات. وهلأ رح أجيب صحن رح أضيف فيه معلقة صغيرة من حبة البركة، معلقة صغيرة من اليانسون الحب، ومعلقة صغيرة من السمسم. بحركهم مع بعض كتير منيح وبزين الصينية فيهم، طعمتهم كمان بتطلع كتير طيبة. بدخل الصينية على فرن محمى قبل بوقت على الرف الوسط على درجة حرارة 180 لمدة 25 دقيقة، وممكن تاخد أكتر شوي. أول ما تتحمر عندي الأطراف مباشرة بشغل الشواية من فوق وبحمرها، وبس تاخد لون حلو من فوق بقدمها وبستمتع فيها. كتير طيبة، بنصحكم تجربوها. وصحتين وعافية مقدما.